Hello my lovely students. أنا مس سامو والنهاردة عندنا درس جميل جدا ومليان ألعاب وتلوين. هنلعب مع النحلة بيزي بي ونتعلم مع بعض أصوات جديدة، وكمان هنلون ونقول إحنا لابسين إيه. جاهزين يا أبطال؟ يلا نبدأ. Open page 9. Learn phonics with Busy Bee. يعني تعلم أصوات الحروف مع Busy Bee. Part 1. Listen, point and say. أول حاجة يا شطار هنسمع ونشاور ونقول. عندنا حرفين جداد P زي كلمة pen و B زي كلمة bag. قولوا معايا بصوت عالي. P pen B bag. يلا كمان مرة. P pen B bag. شايفين يا حبايبي حرف P بيطلع صوت ط خفيفة، يعني P زي pen. P بيطلع هوا خفيف، وحرف B بيطلع ب تقيلة شوية، يعني B زي bag بيخرج من غير هوا ب. شايفين الفرق بين P و B؟ قولوا الاتنين بالسرعة كده. ب ب ب ب. Brilliant! ممتازين يا أبطال. Part 2. Underline B and P. Say the words. دلوقتي هنلعب لعبة صغيرة. كل كلمة فيها حرف B أو P. هتسمعوني بقول الكلمة وانتوا تقولوا الحرف اللي فيها. bus. كلمة bus فيها أي حرف. صح، فيها B. وكلمة pen فيها حرف. ممتاز، فيها P. قولوا معايا بصوت عالي. bus pen bus pen. Excellent my smart bees. Part 3. Trace and say. يعني تتبع وقل. دلوقتي يا أبطال هنكتب ونقول الجمل مع بعض. 1. I have a black bag. يعني أنا عندي شنطة سودة. قولوا معايا. I have a black bag. 2. It's a red bus. يعني ده أتوبيس أحمر. قولوا It's a red bus. 3. She has a blue bag. يعني هي عندها شنطة زرقاء. قولوا معايا. She has a blue bag. 4. He has a pen. P. يعني هو عنده طاسة. قولوا بصوت عالي. He has a pen. برافو، شاطرين جدا جدا. Go to next page. Number 10. She's wearing. يعني هي لابسة. دلوقتي هنلون مع بعض. Look, listen and color. شايفين الولد والبنت اللي بيلعبوا؟ البنت لابسة فستان والولد لابس بلوزة. مس سامو هتقول لكم الألوان وانتوا هتلونوها معايا. Ready? She's wearing a red skirt. Color the skirt red. She's wearing a blue t-shirt. Color the t-shirt blue. She's wearing pink shoes. Color the shoes pink. Bravo! Now the boy. He's wearing a green t-shirt and brown shorts. Color them now. شاطرين جدا. Look, the picture is full of colors. Read, think, draw, and color. يعني اقرأ، فكر، ارسم، ولون. في الجزء الثاني عندنا جملة تحت بتقول My friend is wearing a green shirt and a yellow hat. يعني صاحبي لابس قميص أخضر وطاقية صفراء. يلا يا أبطال ارسموا صاحبكم زي ما الجملة بتقول وبعدها لونوه بالألوان الصح. عايزة أشوف مين هيرسم أحلى رسمة. Work with a friend. دلوقتي بقى كل واحد يشتغل مع صاحبه. واحد يرسم والتاني يوصف الرسمة ويقوله مثلا She's wearing a pink dress.
يلا نفتكر مع بعض إحنا اتعلمنا إيه النهاردة. قلنا لما نوصف حد بنقول she's wearing يعني هي لابسة، he's wearing يعني هو لابس، ولونا الولد والبنت بالألوان الجميلة، وكمان قرأنا الجملة My friend is wearing a green shirt and a yellow hat يعني صاحبي لابس قميص أخضر وطاقية صفرة. شاطرين جداً يا busy bees. You're amazing learners. Homework time. اسمعوا الفيديو تاني وكرروا الكلمات بصوت عالي، وبعد كده ارسموا كلمة فيها حرف B أو P زي bus أو pen، واكتبوا تحتها الجملة بالإنجليزي. Excellent job today. أنا فخورة بيكم جداً. Don't forget to like, share and subscribe عشان تشوفوا باقي الدروس الممتعة مع مس سامو. Bye bye and see you soon my lovely students.